الا نتوما سخيتوا بالعجل انا راه ما سخيتش به. بزاف ديال الناس كيقول لي يا خويا مصطفى بيع العجل راه غلاض، عرفناه غلاض وعرفناه الا قدر الله مات فيه خساره كثيره. رانا ماشي يعني هاوي، راه حنا كنبيعوا ونشريو وكنكسبوا من شحال هذه وعارفين بهذا الشيء هذا، ولكن ما سخيناش به اخواني الكرام. راه سبحان الله العظيم راه ولا بحال جزء من المزرعه، ماشي الكسيبه ديال المزرعه، ماشي خاطر في مكناس. السي عزيز قال نخارطوا به في مكناس، ومكناس هي اللي خاصها تنخارط في العجل الموعى. وراه مليح والله الا مليح بجميع المعايير الدوليه السوسيو اقتصاديه، يعني عجل في المستوى مليح تبارك الله. ولا هو صاحب المزرعه؟ والله الا هو صاحب المزرعه هذا، هما حنا خدامين. سمعت هذا هو صاحب المزرعه. وللمعلومه صاحب المزرعه انا ماشي مقصود به هو الشخص الماثل امام الكاميرا، راه عنوان يعني رمزي. اما كنا خدامين كنا معاونين لا سهل لنا الله راه غنتيسروا، ما تيسرش لنا الامور راه حنا يعني ضعاف امرنا. هذا هو اللي كاين اخواني الكرام. وكما قلت لكم العجل راني ما ساخيش به، الله يجعله ما يدير حتى طون و200، دابا راه في 900 وقريب للطون، لا يجعله تيدير حتى طون و200 طون 300 راه ما ساخيش به. سمعتوا؟ لا يحاسبنا والله يسر لينا ولجميع المسلمين يا رب. والعجل الناس راه كتجي كتصور معاه فرحانا به، هو ولا يعني علامه ديال انك لا تهلايتي في شي حاجه كتصدق وكتعطي. الناس راه شراو عجوله صحاح ما عندهم لا اعاقه لا استثناء لا والو، وما ولاوش ليهم بحال هذا الخير. فلا تلاقات الرحمه مع الحرفيه مع ذاك راه كتعطي نتيجه تبارك الله. شوفوا العجل ما شاء الله. اجي زيد حط لي راسك هنا، حط لي راسك هنا. اجي باغي هو الحكان هو العفريت. المهم اخواني الكرام عجله ما ساخينش به، هذا هو المعقول. تبارك الله ولا اصبح عرض مغري، ولكن راه حنا ما ساخينش به. كنظن ان الصوره اصبحت تنطق عن الحجم والوزن ما شاء الله. الله يبارك. دار الوالده تلوح لي ساكي تقول لي بعتي العجل خرج، وانتم تبغوا لنا هذا المنظر هذا. والوالده بيدها قالت لي العجل الموعى قبل منك انت في الدار. شتي فين وصلنا يا شتي يا باش تعرف راك عزيز. يلا سير عيش